هندا آدم بدأ صورة صوت كرو شبناش مزار الشيخ محمد يوم التخطيات مناسبات نصور كريم ويدي يعتبر بعشيقة ناحية بعشيقة مكون من عدة أطياف الأخوة اليزيديين والأخوة الكراد والأخوة الشبك والعرب موجودين في داخل بعشيقة، ويعتبر بعشيقة العراق المصغر، والتعايش السلمي فيه موجود 100% أحسن من أكثر المناطق الموجودة بالعراق. ويبين هذا الشيء من التواجد السكاني الموجود، الأخوة الذي نزحوا في من المنطقة 90% تقريبا الأخوة اليزيدية والأخوة الكراد والأخوة الشبك والعرب كلهم عادوا إلى بيوتهم، والتعايش السلمي في بعشيقة جيد جدا. ويعتبر باقة ورد بعشيقة، عراق مصغر في بعشيقة، كل المكونات موجودة في بعشيقة ولا يوجد أي مشاكل في داخل بعشيقة. كيف تقيم الوضع الخدمي في بعشيقة؟ وضع الخدمي جيد جدا، ما يعني المدير ناحية والمحافظة يدعم بعشيقة بقوة، ووضع الأمني جيد جدا، ولا يوجد أي خرق أمني منذ 4 سنوات. يعني اكو تعاون بين المواطن والأجهزة الأمنية؟ نعم، هناك تعاون جيد بين المواطن والأجهزة الأمنية وقوات الحشد الشعبي. احنا بالنسبة بعشيقة مهتمة بزراعة الزيتون وصناعة الصابون زيت الزيتون والطرشي والزيتون وكل شيء، والحمد لله. وبالزراعة البصل قبل، بس هسه ماكو ماي، قليل الماي والفلاحين متعبوا. احنا منطقتنا تهتم بكل الصناعات، الغزل والنسيج قبل اليدوي والزيت زيت الزيتون، كودا نصنع الصابون منه، صابون الزيت والزيتون والطرش. احنا الحمد لله نحمد الله ونشكره، التعايش السلمي تعايشة خوية. احنا ماكو فرق، نعتبر عائلة واحدة هنا منطقتنا والقرى، من اليزيدية والمسيحية والسنة والشيعة والتركمان والشبك. احنا الحمد لله والشكر لحد هذا اليوم ماكو مشاكل بيناتنا. بوقت احنا عندنا اعياد نشارك في بعضنا، وبالتعازي هم نشارك بكل المناسبات. ونشكر مدير بلدية بعشيقة استاذ سامان خورشيد، لأن قام بتبليط الشوارع وعملوا الأشجار، والحمد لله بوجود الطيبين والمسؤولين والحشد. هلا بيك، وقناتي تحية لكم وللكوادر، والرحمة إلى شهداء العراق من الشمالية إلى الجنوبية، من قوات الأمنية والقوات الحج الشعبي والبيشمركة وكل العراقيين الذين ناضلوا وقاتلوا أخطر تنظيمين بالعالم. احنا نحمد ونشكره. العراقيين نطلب من الله الرحمة للعراقيين، وتصير يد وحدة ضد أعدائنا بالعالم. من ضمن جولاتنا الميدانية في قاطع المسؤولية، الآن جئنا إلى قاطع بعشيقة، ووقفنا في هذا المدخل المهم جدا الواقع بين محافظتي أربيل ودهوك ونينوى. ووجدنا تعامل القوات الأمنية الموجودة في هذه المنطقة تعامل جيد وحثيث، والناس يشعرون بالراحة عندما يأتون ويجدون الحشد الشعبي متواجد في سيطراتهم ومداخلهم، وخاصة مدينة بعشيقة المتكونة من عدة طوائف، الطائفة اليزيدية والمسيحية والشبكية والتركمانية والعربية، كلهم متواجدين متعايشين كإخوة في هذه المنطقة. لا يوجد مشاكل إقليمية طائفية؟ أبد، لا يوجد أي مشكلة في هذه المنطقة، منذ الأزل متعايشين كإخوان أحبة متآلفين فيما بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم.